تبرأ من حولك وقوتك والتجئ إلى حول الله وقوته. عندك كلمة، عندك محاضرة، عندك سفر، عندك خطبة، عندك زواج، عندك أي أمر، تبرأ من حولك. يا أخي أنت عبد ضعيف مسكين ذليل، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، الله هو النافع وهو الضار. استشعر دائما هذا وقل اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. هذه لم ترد هذه الرواية، هذا الدعاء بهذه الصورة بهذا النص، لكنه مقتبس من الأحاديث التي جاءت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. متى ما تبرأت من حولك وقوتك ومالك وعلمك وألجأته وأحلته إلى الله تبارك وتعالى، ستفلح بإذن الله، وستكون الأمور على ما يرام بإذنه تبارك وتعالى. اسمعوا إلى قصة الداعية سميط حفظه الله وهو في أفريقيا. يقول عن نفسه: كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد، يقول في إحدى البلاد، يقول فتحنا إذاعة، والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة. يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد. يقول وعندنا ما في مواد صوتية، فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 24 ساعة فقط قرآن كريم، سورة بعد أخرى، قارئ بعد آخر، فقط قرآن، حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية. يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي، فقط لغتهم المحلية والفرنسية، فقط هذه اللغة التي يفهمونها. يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت. يقول في يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز، يقول رجل، فأدخله الداعية إلينا، فقلت له ماذا يريد؟ قال هذا رجل خريج جامعي، يقول يريد منك طلبا. قلت له ماذا يريد؟ قال يريد نسخة. يقول عمر أجرى الله على يديه الكرامات، يوم من الأيام كان يخطب في الناس خطبة جمعة، وأرسل سرية ذهبت منذ أيام تقاتل في سبيل الله، وهو يتكلم في الخطبة قطع الخطبة عمر، فقال يا سارية يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ثم أكمل الخطبة. الصحابة تعجبوا، ما بال أمير المؤمنين يقول هذا؟ ولما رجع الجيش بعد أيام سألهم عمر عن أحوالهم، قالوا كدنا أن نهزم يا أمير المؤمنين لولا أن الله أنقذنا. قال كيف؟ قال وهم يثخنون فينا الجراح سمعنا مناديا ينادينا يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. يقول فرأينا جبلا خلفنا فاحتمينا به فنصرنا الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. نبي الله إسماعيل كان في الحجاز في مكة، مكث مدة من الزمان ثم توفي فيها، وكان يخدم ويقوم على رعاية بيت الله الحرام، يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. إبراهيم عليه السلام جعل الله عز وجل في ذريته النبوة، فما كان لوط ولا شعيب ولا إسماعيل ولا إسحاق إلا من ذرية إبراهيم. فإسماعيل وإسحاق أبناء من؟ إبراهيم عليه السلام. إسحاق ولد له يعقوب عليه السلام، وصار من ذرية إسحاق كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق. أما إسماعيل فلم يأته من ذريته إلا نبي واحد، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خير الأنبياء والرسل. وصف الله عز وجل إسماعيل فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.